حابب أعلّق على حادثة الانتحار المؤلمة يعني اللي حصلت، الناس بتتكلّم عليها كتير دلوقتي، ولكن يمكن أنا عايز أعلّق من زاوية مختلفة شوية، وهي إن ناس كتير من اللي بيبقى عندها بعض الاضطرابات، لمّا بتشوف إن الموقف ده حصل أو إن حد انتحر، أول فكرة بتنُط في دماغهم، طَب أنا كمان ما أعملش كده ليه؟ أو أنا ليه ما يعني هي أشجع منّي إن هي عملت كده، طب ما أنا كمان حياتي أنا مش مبسوطة منها وفي مشاكل وفي كذا. فحابب إن أنا ألفت النظر إن لأ، خلّي بالك لو الفكرة بتطلع بالشكل ده قولًا واحدًا كده، الشخص اللي بتطلع في دماغه الفكرة بالطريقة دي هو محتاج علاج. النقطة التانية إن إحنا مش بنتنافس في إزاي نأذي نفسنا أو إزاي ده أو دي انتحرت فأنا كمان المفروض أعمل كده في نفسي. لإن في الآخر زي ما بنقول الانتحار حل لا رجعة منه لمشكلة غالبًا مؤقتة، ولو أنا شايف إن مشكلتي لأ مش مؤقتة ومشكلتي كبيرة أكيد مشكلة كبيرة على الأقل بالنسبة لِك أو بالنسبة لك، ولكن يمكن لو اتكلمنا فيها، يمكن لو أخدنا رأي متخصص فيها، ممكن نشوف لها حلول ونشوف لها approaches مختلفة في التعامل وفي العلاج بتاعها. فأرجو بس إن لو حد مع الفيديو اللي نزل ومع الكلام الكتير اللي حاصل دلوقتي، جاله الفكرة دي، إن هو يتكلم مع لو عنده معالج أو معالجة يتكلم معاهم لو في دكتور يرجع له، علشان هي مش منافسة مين فينا يقدر يأذي نفسه أكتر يعني.